حكايتنا النهارده عن راج ده بيكون زعيم مافيا ووحش كده في نفسه ومحدش بيقدر عليه وخاربها على الاخر لحد ما في يوم قابل بنت جميله وحبها، لكنه اكتشف بعد كده ان البنت دي زعيمه مافيا هي كمان وانها استغلته عشان تسرق الذهب بتاعه. فيا ترى راج هيتعامل معاه ازاي؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. فاعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. ويلا نبدا حكايتنا، واللي بتبدا مع راج واللي بيكون بينضرب بالنار بس هوب فجاه بيصحى من النوم وكان بيحلم اصلا، وبيقوم بعد كده وبيجهز نفسه وبيروح للشغل بتاعه، وبيكون عنده ورشه كده بيصلح فيها العربيات وبيعدلها والجو الحديث ده، والاتنين دول بيكونوا اصحابه من زمان وشغالين معاه برضه. فبيشوفوه قاعد لوحده كده ومتضايق وبيروحوا يواسوه وبيقولوا له انت لسه ما نسيتش الموضوع عدى عليه 15 سنه انسى بقى. بس في اللحظه دي بيشوفوا ناس ملمومين كده وعمالين يضربوا في واحد، فبيروح عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيعرفوه الناس ان الشخص ده حرامي وسرق الموبايل بتاعهم. فبيفضل رش يساله هو انت ليه بتعمل كده؟ فبيقول له ان اخوه الصغير تعبان وكده وانه بيعمل كده عشان يجيب علاج. فبيتاثر رش بيه جدا وبيديله فلوس وبيقول له لو احتجت اي حاجه تجيلي فورا ولازم تبطل سرقه لان اللي بتعمله ده مش صح. تعالوا بقى ننتقل لفير اخو راج واللي بيكون دلوقتي بيجرب عربيه عميل وعمال يخمس بيها ويعمل بقى شغل عالي، والواد اللي جنبه ده بيكون ميت من الرعب. واثناء ما هم ماشيين بالعربيه بيقابل بنت جميله جدا وبيكون السكوتر بتاعها متعطل وواقف على الطريق كده، وهو بيكون عايز يروح يساعدها بس صاحبه بيقول له يمشي عشان نسلم العربيه بدل ما عرف اخوك، والواد ما بيعرفش يعمل ايه. فبيستخدم ذكائه بعد كده وبيقول له انه عايز يدخل الحمام وانه ينزل معاه، بس بيسيبه كده يتعامل وبياخد العربيه وبيرجع للبنت دي واللي بتقول له انها عندها انترفيو شغل دلوقتي وانها متاخره. فبيعمل نفسه هيرو كده وبياخدها بالعربيه وبيفضل يجري بسرعه، والواد الصراحه بيكون مهاري جدا وبيشيل اي حد في طريقه لكنه بيقدر يوصلها قبل الميعاد، واللي بتشكره جدا انه انقذها. والواد بيفضل يسرح فيها كده وشكله وقع على بوزه واعجب بيها، وبيرجع بعد كده لراج اخوه واللي بيكون متضايق جدا من اللي حصل ده لان العربيه اتبهدلت، لكنه ما بيعملوش حاجه وبيفضل يهزر معاه وبيعامله بلطف وما بيرضاش يقسى عليه لانه كل حاجه في حياته، بس بيعرفه انه هيفضل سهران طول الليل عشان يصلح العربيه دي تاني. وفعلا الواد بيفضل شغال لحد الليل، وفي اللحظه دي بتدخل عليه اشيتا البنت اللي هو انقذها من شويه وجايه عشان تصلح السكوتر بتاعها، وبتساله هو انت شغال هنا؟ فبيقول لها لا المكان ده كله بتاعي انا واخويا، وبيبص على السكوتر بتاعها كده وبيكون حاجات بسيطه بس لكنه بيكبر الموضوع وبيقول لها انه هياخد وقت وكده وانها تسيب عنوانها وهو هيجيبه لها. فبتحاول تمشي من المكان بس بيحاول يقعدها وبيفضل يقول لها ان اخوه بيفضل يضربه كتير وبيعامله وحش والجو ده، وبيعمل كده عشان تفضل معاه وقت اطول، واخوه بيكون واقف وسامع كل الكلام ده ومستغرب اللي هو بيعمله ده. ولما بتشوف البنت بتزعق له وبتقول له انت اخ، انت في اخ يعمل في اخوه كده؟ وبتقول لفير ان ما يسكتلوش ويواجهه، فبيروح له كده وبيعمل له لاف وبيقول له انه بيحبه، وبتمشي بعد كده البنت من المكان. واثناء ده بيجيب له صاحبه قهوه عشان يفضل سهران، بس الواد بيشرب القهوه وبيفضل يسرح في اشيتا كده لحد ما بينام. وتاني يوم بيجي راج وبيسحب جرد الميه وبيقول له انت نمت وانت شغال تاني، وبسبب ده في حرامي سرق التسجيل وان دي مش اول مره تحصل، كل مره تنام وحاجه تتسرق. وبيطلع ان الحرامي ده هو صاحبه لانه حط له منوم في القهوه وبيعمل كده عشان يجيب فلوس ويخرج بيها حبيبته ويجيب لها هدايا والشغل العيان ده، وبيبيع الحاجات دي لواحد اسمه اوسكار، وفعلا بياخد بعد كده الفلوس وبيمشي فورا من قلب المكان. اما فير فبيروح بعد كده الاشيتا عشان يديها السكوتر بتاعها، فبتساله حساب التصليح كام بس بيرفض ياخد منها اي فلوس وبيفضل واقف كده. فبتقول له انت مش هتروح ولا ايه؟ فبيقول لها انه مستني اصحابه هيعدي عليه عشان ياخدوه لانه جايب السكوتر بس، فبتعزم عليه انه يدخل يشرب قهوه لحد ما اصحابه يجوا، وفعلا بيدخل وبيشرب القهوه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وبيقول لها على فكره اخويا ما بيعاملنيش وحش ولا حاجه، ده بيعمل كل حاجه عشان يساعدني، انا بس قلت لك كده عشان تفضلي معايا ونفضل نتكلم. وبيقول لها انه معجب بيها. واثناء ما هم بيتكلموا بيجوا اصحابه وبيقول لها فير ما تيجي معانا، وهي بتكون متردده بس بيخلي اصحابه يقنعوها انها تيجي، وفعلا بتروح معاهم. بس اثناء ما اشيتا واقفه في الحفله كده بتشوف رجاله واحد اسمه الملك وده تاجر مخدرات، وبيكونوا عايزين يبيعوا في المكان هنا وعمالين يضربوا في الناس، فبتهددهم بعد كده انهم يمشوا او هتبلغ البوليس عنهم. بس الشخص ده بياخد تليفونها وبيكسره، واول ما فير بيشوف الكلام ده بيتعصب جدا وبيروح للناس دول وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، والواد بيكون مهاري جدا ومحدش يقدر عليه خالص، وبيجي صاحبه كمان وبيساعده، والصراحه بيبهدلوهم كلهم. فبيقول له الشخص ده انت فاكر ان ده هيعدي بالساهل؟ الملك مش هيسكت على اللي حصل ده وانك هتدفع الثمن. فبيقول له اخلع يالا من هنا، وبيرجع بعد كده لاصحابه وبيفضلوا يستمتعوا بوقتهم، ولما بيخلص بنشوفه وهو مروح. بس في اللحظه دي رجاله الملك بيهجموا عليه وبينزلوا فيه ضرب وحرفيا بيبهدلوه على الاخر، وبيطلع راج بعد كده وبيجري عشان يلحق اخوه بس الناس دول بيجروا، فبياخد بعد كده اخوه وبينقله المستشفى وبيفضل يساله هو وصاحبه مين اللي عامل فيكم كده، لكنهم بيفضلوا يحوروا عليه وبيقولوا له مش عارفين. فبيقول له راج ما تشيلش هم، المهم انك بخير، وبيديله بعد كده التليفون اللي كان طالبه منه، والواد اول ما بيشوف التليفون بيفرح جدا. وبتدخل بعد كده عليهم اشيتا عشان تطمن عليه وبيقول لها فير انا جبت لك التليفون ده بدل اللي اتكسر، والبنت بتفرح جدا بده، وراج ما بيرضاش يحرجه وبيسيبهم بعد كده يتكلموا وبيمشي من المكان، وبيفضل قاعد لوحده كده لحد ما بيجوا اصحابه وبيعرفوه انهم عرفوا مكان الناس اللي ضربوا اخوه واللي بيقرر يروح عشان يجيب حقه، وبيروح كده وبيغير لبسه وبيتنكر، واصحابه بيقفلوا الجراج وبيخلوه يدخل لوحده، وبيدخل
بيدخل وبينزل ضرب في العصابه دول واحد ورا التاني بكل عنف، وبيفضل يطحن فيهم، والصراحه بيكون قوي جدا ومحدش عارف يلمسه حتى، وبيبهدلهم على الاخر وبيقضي عليهم. ومش بس كده، ده بيروح للمخدرات والفلوس بتاعتهم وبيولع فيها. فبيقول له الواد ده انت فاكر الملك هيسيبك؟ فبيقول له راج عرفه ان كارل رجع تاني. اما الملك فبنشوفه بعد كده وجاي وهو متضايق جدا ان الفلوس والبضاعه بتاعته اتحرقت لانها كانت بملايين، وبيفضل يسالهم مين اللي اتجرأ وعمل كده في الملك. فبيقولوا له كان ملثم ما شفناش شكله، بس قال ان اسمه كارلي. فبيقول له الواد ده ما يمكن اخو الواد اللي احنا ضربناه من شويه، ما تيجي نشوفه. وفعلا بياخد رجالته بيروحوا بعد كده للورشه اللي شغال فيها راج. وفير بيشوفهم كده وكان عايز يروح يضربهم وياخد حقه، بس راج بيمنعه وبيقول له يدخل جوه، وبيروح كده يتكلم مع الملك بلطف وبيعامله كويس. والملك بيقول لنفسه ازاي الشخص المحترم ده هو كارلي، وبيسيبه وما بيعملوش حاجه، وبيقول لرجالته ينزلوا السلاح، وبيقول لهم بعد كده لو ده كارلي قولوا عليا الملكه مش الملك. وبياخد العربيه بتاعته وبيمشي فورا من المكان. واصحاب راج لما بيشوفوا الوضع ده بيفضلوا يضحكوا وبيقولوا انه يحمد ربنا ان كارلي اعتزل، والا الموضوع ما كانش هيبقى حرق بس كان ممكن يموت فيها. وبنرجع فلاش باك بقى لورا لما راج كان اسمه كارلي وكان رئيس عصابه، وكان سارق دهب ساعتها وبيهرب من عصابه تانية بيطاردوه، وفي طريقه بيخبط بنت اسمها ميرا، فبينزل وبيعتذر لها، واول ما بيشوفها بيعجب بها جدا، بس بيروح يركب العربيه بتاعته عشان يكمل هروب، وبيمشي فورا من المكان وبيخلع. وبنشوف بعد كده زعيم عصابه تاني اللي هو المنافس بتاع كارلي واسمه مالك، واللي بيتضايق جدا ان كارلي سرق الدهب بتاعه وبيقرر يقتله. وتاني يوم بيكون كارلي ماشي في الشارع وبيشوف بالصدفه ميرا تاني، وبيروح وبيكلمها وبيفضل يعتذر لها عن الاصابه اللي سببها لها، وبيقول لها ان اسمه كارلي وانه زعيم عصابه وشغال مع والده. وهي لما بتسمع كده بتكون خايفه جدا منه، لكنه بيفضل يطمنها وبيقول لها ما تقلقيش انا مش هعمل لك اي حاجه. وبيفضلوا بقى يتكلموا ويتعرفوا على بعض اكتر، ولما بيخلص بيمشي وبيروح يقابل والده عشان يروح لاخوه الصغير فير، واللي بيكونوا سايبينه في مدرسه داخلي وبعدينه عن الانظار عشان محدش من اعدائهم يعرف يأذيه. وبنعرف ان كارلي مش ابن الشخص ده اصلا، وانه لقاه في الشارع زمان ورباه، وفير هو اللي ابنه. ولما بيخلصوا وبيمشوا بيقول له انه ما يعرفش فير انه مش اخوه، وانه دايما يفضلوا مع بعض ودايما يحميه، فبيوعدوا بكده. وتاني يوم بيقابل كارلي بعد كده ميرا، وبيبداوا يقربوا من بعض اكتر وعلاقتهم بتتطور لحد ما بيقع في حبها. وبتقول له بعد كده ان عيد ميلادها بكره وانها عايزاه يحضر، فبيقول لها انه عنده عمليه بكره هيخلصها ويجي لها. وتاني يوم بيروح بعد كده كارلي العمليه بتاعته واللي بتكون نقل ذهب، وفعلا بياخدوا الذهب وبيمشي هو والرجاله بتاعته بعربياتهم. لكن فجاه كده بيهجموا عليهم عصابه مليك وبيفضلوا يضربوا عليهم نار ويقلبوا في العربيات بتاعتهم وعايزين الذهب ويقتلوا كارلي، لحد ما بيوصلوا لعربيه كارلي وبيقلبوها هي كمان. وبتنزل بعد كده بنت مليك من العربيه واللي بنكتشف انها ميرا، وكل ده اصلا كانت بتضحك عليه عشان تعرف ميعاد نقل الذهب، وبتقول له كل دي كانت خطتي من البدايه اصلا. وكارلي بيكون مصدوم جدا ومش مصدق، وبتكون هتقتله بس ما بتقدرش، وبتاخد بعد كده الذهب وبتمشي فورا من المكان. وولي كارلي بيكون متضايق جدا من اللي حصل له ده وعايز ينتقم، فبيقول له لا انا اللي اتخدعت وانا اللي هرجع حقي. وتاني يوم بياخد العربيه بتاعته وبيروح لميرا وبيفضل يجري وراها، والبنت بتحاول تهرب منه لحد ما بيوصل لها وبيخبطها، وبسبب ده العربيه بتاعتها كانت هتقع من فوق الجبل، بس بيروح بعد كده كارلي وبينقذها وبيقول لها انا بحبك واهربي لان لو شفتك مره ثانيه هقتلك. وبيمشي بعد كده من المكان. والوقت بيعدي بعد كده، بس ميرا بتكون حاسه بالذنب جدا، وهي كمان بتكون وقعت في حبه ومش عارفه تعمل ايه لانها مش عارفه تبعد عنه. وبتقرر تروح بعد كده وتقول له انها بتحبه، وفعلا بتروح كده وبتفضل تعيط قدامه، بس هو لما بيفتكر انها خدعته بيطردها من المكان فورا. وهي بتحاول تكلمه بس ما بيسمعلهاش وبيدخل جوه، بس ما بترضاش تمشي وبتفضل واقفه في المكان لحد ما بيجي الليل والدنيا بتفضل تمطر عليها كده. وبيطلع كارلي بيشوفها لسه موجوده، فبيروح وبيسامحها وبيحضنها، وبيقرروا بعد كده انهم ينسوا كل اللي فات ويحبوا بعض بجد. وبيتفقوا بعد كده الاتنين انهم يعرفوا عيلتهم انهم هيتجوزوا. بعدها بنرجع للوقت الحاضر، وبيكون كارلي دلوقتي او راج لانه غير اسمه واقف قدام المرايه كده وبيفتكر كل ده. وفير اخوه بيروح بعد كده لاشيتا وبيعرفها انه بيحبها وعايز يكمل معاها باقي حياته، واللي بتفرح جدا وبتوافق وبتحضنه وبتقول له انها كمان بتحبه ومش هتعرف تبعد عنه. وبيحاول فير يعرف راج بعد كده انه بيحبها وعايز يتقدم لها، بس بيفضل قاعد كده ما بيتكلمش وما بيقدرش يقول. وفي اللحظه دي بتيجي اشيتا وبتقول له انا عارفه انك ما كنتش هتقدر تعرفه، وبتقول له ان راج بيحبها وعايزين يتجوزوا. وراج بيوافق جدا وبيقول لها بعد كده حددي لي ميعاد مع اهلك. وتاني يوم بيروح بعد كده عشان يقابل اختها واللي بتطلع له فعلا، بس المفاجاه هنا ان بنطلع ان اختها دي هي ميرا، وهي كمان بتنصدم لانهم ما شافوش بعض من 15 سنه، وبتقول له اخرج وما ترجعش تاني والا هقتلك، ومستحيل اختي تتجوز اخوك. والواد بيخرج وبيركب العربيه بتاعته وبيفضل يسوق بسرعه عاليه وبيفضل يفتكر اللي حصل زمان لما كان قاعد مع والده، وبيتفقوا انهم يقابلوا والد ميرا عشان يطلبوا ايدها للجواز. ووالده وافق، ولما بيتكلم ابوها بيقول لها انه موافق، وبيقول للمساعد بتاعه لازم العداوه دي تنتهي بقى للابد. بعدها بيروح كارلي ووالده لماليك، بس بيطلع انه عامل لهم فخ عشان يخلص عليهم وبيهجموا عليهم رجالتهم، بس كارلي بيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، ورغم ان عددهم كبير بس محدش بيقدر عليه خالص، وبيخلص على عدد كبير منهم. وفي اللحظه دي بيكلم مساعد مالك ميرا وبيقول لها ان كارلي خانهم وجاي هنا عشان يقتل ابوكي وبيحور عليه.
عليها، وبيمسك والد كالي ووالد ميرا المسدس وبيقتلوا بعض. فبيجري كالي عليه وبياخد منه المسدس، وفي نفس اللحظه بتوصل ميرا وبتفتكر ان كالي هو اللي قتل ابوها، فبتطلع المسدس وبتضربه طلقه وبتنهار بعدها. وبعد اللي حصل دي بتقرر انها تاخد اختها ويسافروا بقى في مكان بعيد عشان محدش يعرف عنهم حاجه، ويبعدوا عن كل النوش ده ويعيشوا حياتهم في نظافه. وكالي لما بيفوق في المستشفى بيقولوا له اصحابه انهم دوروا في كل مكان على ميرا بس محدش لاقاها، فبيقرر هو كمان يبعد عن حياه الجريمه دي، واخد ساعتها اخوه وسافروا لمكان تاني وبعدوا بقى عن الحياه النوش دي. بعدها بنرجع للوقت الحاضر، وكالي بيقابل اصحابه وبيحكي لهم اللي حصل، وان اخت البنت طلعت ميرا، وبيروح لاخوه بعد كده وبيقول له انه رفض الجوازه دي. وميرا بتقول لاختها نفس الكلام واوعي تقربي منه تاني. فبيروح فير لاصحاب اخوه عشان يعرف هو ليه رفض الجوازه مع انه كان موافق. فبيقولوا له ان اخوك وميرا زمان كانوا بيحبوا بعض، وبيالفوا اي قصه كده عشان يقنعوا بيها وخلاص. بعدها بنشوف بقى الحرامي ده وهو بيبص كده بيلاقي عربيه الملك والمفتاح بتاعها فيها، فبيقرر انه يسرقها. ولما بيخرج الملك بيكون متضايق جدا وبيقول لرجالته يجيبوها لان فيها مخدرات بملايين، وبياخدها بعد كده الحرامي ده الفير عشان يغير لونها. ولما بيعرف ان دي عربيه الملك بيوافق فورا عشان يصفي حسابه معاه. وبيروح بعد كده وبيقابل حبيبته وبيتفقوا انهم يعملوا خطه عشان يرجعوا راج وميرا لبعض، وبيعملوا كده فعلا. وبيبعتوا الحرامي ده عشان يعطل العربيه بتاع ميرا، ويبعتوا راج في نفس الطريق عشان يعني ينقذها وكده. بس ميرا بتنزل في ضرب، وراج لما بيعرف الخطه دي بيتضايق جدا وبيقول لهم يبعدوا عن الموضوع ده. وبالليل ميرا بنشوفها وهي رايحه اجتماع، بس فير بيقدر يعطل العربيه بتاعتها عشان تقف في مكان معين كده، والمكان ده بيكون بيعدي منه راج، وفعلا بتفضل ماشيه لحد ما العربيه بتاعتها بتتعطل، وبيعدي راج في نفس اللحظه وبتشاور له، بس بينزل كده وبيصلح العربيه بتاعتها وما بيتكلموش، وبيديها المفتاح والاتنين بيمشوا من المكان. وتاني يوم فير بنشوفه وهو غير عربيه الملك، بس لما بيبصوا في الشنطه كده بيتفاجئوا ان العربيه مليانه مخدرات، وبيتضايقوا جدا وبيقولوا شباب كتير هتتدمر بسبب الحاجات دي، وبيقرروا يولعوا فيها. وفي نفس الوقت ده الملك بيكون معدي عشان يصلح العربيه بتاعته هنا، وبيشوف النار كده وبيفضل يتدفى عليها، وهم بيفضلوا يضحكوا لانه بيتدفى على البضاعه بتاعته. بعد كده بقى بنشوف ميرا في الفندق بتاعها، وراج بيكون واقف وبيراقبها من بعيد. وفي اللحظه دي بيهجموا عليها رجاله الملك عشان ياخدوا منها فلوس بلطجه يعني وكده عشان هي في منطقتهم. بس راج بيلبس لبس كده وبيروح وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، ولما بيعرفوا ان ده كالي اللي ضربهم قبل كده بيهربوا فورا من المكان، وبيحاول يروح لها كده بس بتبص بعيد وبيمشوا. وتاني يوم بياخد فير راج واشيتا بتاخد ميرا للكنيسه عشان يحاولوا يعني يخلوهم يتقابلوا تاني ويتكلموا كده، وبيشوفوا بعض فعلا. بس قبل ما يتكلموا بيجي الملك وبيقول لي ميرا ما تعرفيش مين كالي ده اللي ضرب رجاله امبارح قدامك؟ فبتقول له لا وبتمشي. اما الحرامي ده فبياخد العربيه بتاع الملك بعد كده وبيبيعها لاوسكار، وبتيجي بعد كده اخت اوسكار ده وبتقول له انها عايزه تعرفه على حبيبها واللي بيكون صاحب فير، وبتاخده عشان تعرفه عليه. بس لما اخوه الكبير بيعرف ان اخوه حرامي بيفضل يضرب فيه، بس بيجي راش بعد كده وبيحل الموضوع، وبيتفقوا بعد كده على ميعاد الفرح وهو هيتكفل بكل حاجه. وبالليل بتقول ميرا لاشيتا انت بتحبي فير؟ فبتقول لها مش عارفه اعيش من غيره. فبتقول لها طيب خليه يجي يقابلني بكره. وفعلا بيتكلموا وبيروح لها وبتقول له انت لو عايز تتجوز اختي سيب اخوك وعيش معانا هنا، لكنه بيرفض وبيقول لها اخويا ده اغلى حاجه عندي واغلى من اختك كمان اللي هي حبيبتي، وبيسيبها بعد كده وبيمشي فورا من قلب المكان. وفي اللحظه دي بتقول له ان ده مش اخوك اصلا وان ابوك زمان اتبناه. ولما بيرجع بيسال راج فبيقول له انا فعلا مش اخوك لكني بحبك اكتر من نفسي، ولو عندي اخ ما كنتش احبه كده. فبيقول له ميرا خيرتني بينك وبين اشيتا بس انا رفضت. فبيحضنه فورا وبيعرف ان اخوه بيحبه جدا، وبيروح بعد كده لميرا وهو متضايق وبيقول لها عايزه تبعدي عني. فبتقول له انت قتلت ابويا قدامي. فبيقول لها مش انا، ولو كنت سمعتيني كنت عرفت الحقيقه وان ابوك هو اللي كان عامل لنا فخ عشان يخلص علينا، بس انت مش شايفه كل ده. وبيسيبها بعد كده وبيمشي من المكان. وتاني يوم بتتصل على مساعد والدها عشان يجي لها، واللي بيجي لها فعلا وبيعرفها الحقيقه وبيقول لها ان والدك هو اللي كان عامل لهم فخ وكان عايز يقتلهم، وبتعرف كل حاجه. فبتحزن جدا وبتفضل تعيط لانها بعدت عن حبيبها طول السنين دي عشان مجرد وهم. وتاني يوم بتاخد اختها بعد كده وبتروح لراج وبتقول لفير انها موافقه على الجواز، وبتروح لراج بعد كده وبتعتذر له وبتقول له انا عرفت الحقيقه، وبتطلب منه انه يسامحها واللي بيسامحها فعلا. وتاني يوم بيكونوا في فرح صاحب فير وبيفضل راج وميرا كده يرقصوا مع بعض، وبيتفقوا بعد كده انهم يرجعوا لبعض من تاني، وهي بتكون مبسوطه جدا بده. بس في نفس الوقت ده بيوصل الملك الكنيسه وبيشوف العربيه بتاعته واللي اتبدلت لونها، وبيقول لرجالته يجيبوا له صاحب العربيه دي، وبيدخلوا وبيجيبوه واللي بيكون اوسكار، وبيجيبوا له الحرامي وبيسالهم البضاعه اللي كانت موجوده هنا راحت فين. فبيقولوا له ان فير حرقها. فبيقوموا رجالته يجيبوا فير بعد كده واللي بيمسكوه وبينزلوا فيه ضرب وبيطحنوه على الاخر. وفي اللحظه دي بتطلع ميرا وبتشوف كل الكلام ده وبتنادي بعد كده باعلى صوتها على كالي، واللي بيطلع بعد كده وكلهم بيتفاجئوا ان راج هو كالي. واول ما بيشوف اللي حصل في اخوه ده بينزل فيهم ضرب بكل غل ومحدش فيهم بيكون قادر عليه خالص، والواد الصراحه بيكون وحش كده في نفسه. وبيروح بعد كده وبيمسك الملك وبيطحنه ضرب، بس لما بيمشي بيطلع مسدسه وبيضرب رصاصه وميرا بتاخدها مكانه، وبيروحوا الناس بعد كده يتلموا عليهم وبيفضلوا يضربوهم. وتاني يوم بتفوق ميرا بعد كده في المستشفى وبيقول لها فير واشيتا احنا عرفنا الماضي بتاعكم وان راج هو اللي سابك زمان، وبيكون راج ضحك عليهم اصلا وقال لهم قصه تانية، وبيقول لها ما ينفعش يعرفوا السر
بتاعنا، ولازم ننسى بقى اللي فات والحياه القديمه دي ونعيش بقى حياه جديده. وبيقرروا بعد كده انهم يتجوزوا ويكملوا حياتهم مع بعض. ودي كانت نهايه حكايتنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وقولوا لي في التعليقات حابين الخص لكم افلام ايه الفتره الجايه، واشوفكم الفيديو الجاي.